في صفقات اتنسوا بعد أول موسم، وصفقات بدأت قصة ما خلصتش لحد دلوقتي. النهاردة هنتكلم عن أكتر 5 صفقات كانوا مؤثرين في تاريخ اللعبة، ولأننا عايزين النتيجة تكون منطقية ومحايدة دورت لكم على حد ملوش أي انتماء، بس للأسف ما لقيتش غير ريكو. تعالوا نشوف ليه للأسف. جاري استدعاء قاعدة البيانات. تحذير: رأيي قد يسبب أذى للمشاعر البشرية. المركز الخامس: محمد صلاح إلى ليفربول، 42 مليون يورو، 250 هدف، 110 أسيست في 400 مباراة، 4 مرات هداف البريمير ليج، ومعاه دوري أبطال أوروبا واتنين بريمير ليج. نسبة مساهمة في الأهداف شبه ثابتة، كل ماتش تقريبا هدف، لكن القيمة الحقيقية إن الفريق اتبنى حواليه. صلاح ما كانش مجرد صفقة، كان نقطة تحول، هو محور السيستم مش بس جناح في التشكيلة. في المركز الرابع: زين الدين زيدان لريال مدريد، 77.5 مليون يورو في 2001، رقم خرافي وقتها. بطولات قليلة نسبيا لكن تأثير كبير. هدف نهائي دوري الأبطال 2002 لوحده كفيل يدي الصفقة شرعية الخلود. زيدان ما كانش بيكسب أرقام، كان بيكسب نظرة. صفقة غيرت هوية النادي بصريا وثقافيا، زي يو اي مصمم بإتقان بيخليك تحس بعظمة النظام حتى لو مش أسرع واحد فيه. في المركز الثالث: فيرجيل فان دايك إلى ليفربول، 84 مليون يورو. الناس قالت مبالغة وقتها، لكن بعدها ليفربول بقى عنده أقوى دفاع في أوروبا، ووصل نهائي دوري الأبطال مرتين وحقق اللقب. نسبة كلين شيتس ارتفعت ل40%، تأثير مباشر وواضح ومرئي، كأنه فاروق جديد نزل على النظام وقفل كل الثغرات. في المركز الثاني: لويس سواريز إلى برشلونة، 82 مليون يورو بعد فضيحة العقد، بس النتيجة: الام اس ان في 3 مواسم 364 هدف، حققوا الثلاثية ودوري الأبطال، وخد هداف الليجا 2016. سواريز ما كانش بس مهاجم، كان العنصر اللي خلى السيستم يشتغل بسلاسة. لو ميسي هو التطبيق، سواريز هو البلاجن اللي كمل التجربة. في المركز الأول: كريستيانو رونالدو لريال مدريد، 94 مليون يورو في 2009، 450 هدف في 438 ماتش، 4 دوري أبطال، وهداف تاريخي. رفع قيمة النادي تجاريا وجماهيريا وتاريخيا. صفقة ما كانتش بس لتقوية الفريق، دي كانت لانش لنظام تشغيل جديد بالكامل. كريستيانو كان هو البراند والبروجكت في نفس الوقت. بصراحة اختيارات ريكو كانت كويسة، بس مش سهلة تتبلع من أول مرة. وأكيد مش كل الناس هتتفق مع رأي ريكو، لكن الأكيد إن محدش يقدر ينكر تأثير اللعيبة اللي قالها مع الفرق اللي راحت لها. لكن على الرغم من كل دوت كان في لعيبة تستاهل تدخل القائمة دي. صفقات زي لويس فيجو اللي بيريز أول ما جه سرقه من برشلونة، ومش بس خلى الكلاسيكو من كورة لحرب إعلامية، لا، ده فعلا أثر على الفريق في أرقام وبطولات، وخد معاهم كمان البالون دور. صفقة تانية زي صفقة ريو فيرديناند اللي جت من ليدز لمانشستر يونايتد، 46 مليون. الصفقة دي فعلا فرقت مع دفاع مانشستر في سكواد السير وقتها، اللي حقق بطولات دوري كتير وخد دوري الأبطال. والصفقة دي من وجهة نظري هي أحسن من صفقة فيرجيل فان دايك من حيث التأثير والبطولات اللي خدها. الصفقة الثالثة هي صفقة ديدي دروجبا اللي جه من مارسيليا لتشيلسي في وقت هم كانوا محتاجين تعزيز لخط الهجوم بتاعهم، اللي من بعدها كلنا عارفين ايه اللي حصل مع تشيلسي وازاي دروجبا فرق مع خط هجومهم، وازاي الدفاعات في الدوري الانجليزي كانت بتعمل له الف حساب. ده كان رأيي، وانتوا سمعتوا رأي ريكو. احب جدا اسمع رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي مين يستحق يدخل القايمة دي ومين ما يستاهلش يكون موجود فيها. كان معاكم احمد مشالي، وده برنامج من الاب للجون. استنوني فيديوهات جايه كتير. سلام.